أعزائنا المشاهدين متابعة برنامجنا معانا صورة مشرفة، صور من النماذج المصرية المشرفة، الشباب الصاعد الواعد، بناة مصر وأمل المستقبل، والدكتور حسيني محمد مجدي، وطبيب وجراح طب وجراحة الأسنان. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور الحسيني. اهلا وسهلا بحضرتك. كلمنا دكتور حسيني، النهارده احنا بنرحب بيك في برنامجنا وبنقول احنا الشهرة بتاعتك واسمك اللي خلانا نيجي النهارده ليك ونيجي العيادة بتاعتك، وانت ما شاء الله في سن صغير قدرت تجذب قلوب الملايين كده والناس اهل منطقتك وبلدك وتفتح عيادة واتنين. كلمنا بقى عملت ده في الوقت القصير ده ازاي؟ والله الحمد لله، ده كله في الاول وفي الاخر توفيق من عند ربنا، ويعني ثقة الناس برضو دي ليها عامل كبير، وحب الناس في الاول وفي الاخر اننا بنقدم لهم اقصى حاجة ممكن نقدمها يعني. دكتور حسيني، احنا شفنا دلوقتي الاقبال الكبير بره من الكبار السن والشباب وكله جاي عندهم ثقه فيك. وانا لما سالنا حد بره قلنا لهم كده جزافا كده، انتوا جايين ليه؟ يعني جايين هنا الدكتور صغير كده وجايين له ليه؟ قالوا لي دكتور ما شاء الله عليه اسمه مسمع وشهرته سابقاه، يعني حب الناس ده لا يعوض. يعني كلمنا بقى عن حب الناس وازاي اللي بتقابلك المشاكل اللي بتقابلهم وازاي بتحلها لهم وازاي بتقابلهم في حل يعني في العلاج بتاعهم. كلمنا عن علاقاتك بالناس هنا واهل منطقتك. والله احنا زي ما بنقدم لهم الخدمة الطبية، في نفس الوقت بنحاول اننا نكون اجتماعيين او بنشتغل مع الناس في الجانب اللي هو الاجتماعي اكتر، وده اللي الناس مؤخرا بتحاول تدور عليه، خصوصا في القرى والارياف. ما بقاش موجود فكرة الدكتور الواحد او الطبيب الواحد في المكان، لا بقى الناس بتدور على الطبيب، بتدور على العامل النفسي بمعنى اصح في الطبيب او المكان اللي رايح له يعني. فاحنا بنحاول نشتغل على المكان ده، وهم في الاول وفي الاخر الناس تستحق كل ده يعني. حضرتك قلت نقطة مهمة جدا دكتور حسيني، اللي انت دلوقتي بتتعامل على الجانب النفسي وبتتعامل على الجانب الاجتماعي. الناس فعلا مفتقدة الحاجة دي، مفتقدة كلمة كويسة، كلمة حلوة، مفتقدة ابتسامة جميلة، مفتقدة المقابلة الكويسة. نص العلاج ده ابتسامة ونص العلاج كلمة كويسة، صح يا دكتور؟ بالظبط. ما هي الناس دلوقتي يعني انا مش هروح مكان غير لما اكون بلاقي استقبال كويس، بلاقي معاملة كويسة، وفي نفس الوقت ده جنبا الى جنب مع الخدمة الطبية كويسة طبعا. أهل بلدك وأهل منطقتك مستنيين منك كتير وطالبين منك كتير وعايزين منك كتير وكتير وكتير، تقول لهم إيه وتوعدهم بإيه في الأيام اللي جاية إن شاء الله؟ والله إحنا بنحاول على قد ما نقدر إننا نحقق كل مطالبهم، وإننا ما نكونش مقصرين في أي حاجة. بنحاول إننا نقدم لهم كل الخدمات اللي هم مفتقدينها في المكان أو في المنطقة عموما، وإن شاء الله عن قريب جدا هيكون عندنا تطلعات وتطورات لحاجات أفضل من كده بكتير إن شاء الله لأهالي أبيس، لأن الناس هنا تستاهل كل الكلام ده. احنا بنشكرك جزيلا ومش هنعطلك اكتر من كده، لان عارفين المرضى بتوعك بره مستنيين، وعارفين الم الضروس والم الاسنان بيبقى صعب جدا، ويعني حرام نخليهم ينتظروا اكتر من كده. شكرا جزيلا دكتور حسيني، وتمنياتنا ليك بمزيد من التوفيق والنجاحات في الجاي والقادم ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك، ونورتوني طبعا، نورتوني. اعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا مع احد النماذج الشبابيه المشرفه في مصر، ونلقاكم وضيف اخر وبرنامجكم صوره مصريه.